في يوم من الأيام قلت لشخص بعتز جدا بآرائه لأنه شخص حكيم جدا وليه إنجازات حلوة قوي، وكل مشروع مسكه أو دخل فيه أنجحه بطريقة مش معقول. فبقول له أنا شخصية مش ملتزمة، فقال لي لا، صلحي المعلومة، أنت شخصية بتاعت التزامات قصيرة. الكلمة دي بدلت حاجات كتير جدا في حياتي، واكتشفت انه الناس كتبت عنها وسموها بالانجليزي سمارت جولز او اهداف ذكيه. والسمارت جولز انا اسفه ان انا هستخدم معاكم يمكن كلمات كتير بالانجليزي، بس هترجمها لان هي واخده كل حرف في كلمه سمارت وقايل عليه حاجه. قال انه لما تحب تحط اهداف خلي الاهداف دي محدده سبيسيفيك، زي يعني اس لسبيسيفيك اللي هي محدد، ام اللي هي measurable يعني قابله للقياس. وهشرح بعد كده، هدي مثل بسيط بس عشان ما تتوهوش معايا، نعرف ازاي نعمل هدف بالخمس حروف دول. وتالت واحده ايه، وهو كتب achievable، بس انا هستسمحكم ان انا اقول agreeable يعني جذاب بالنسبه لي، حاجه مشبعه ليا قوي وانا بعملها، هدف يكون بيحقق لي انا متعه وانا بعمله وفايده للناس التانيه. realistic يعني واقعي، واخر حاجه تايم فريم دي يعني محدد المده. لو انا جيت قلت لشباب منكم تعالوا نعمل حاجه خيريه، وفي ناس فينا كتير نفسهم يعملوا حاجه تخدم المجتمع زي مثلا محو اميه او نروح نخدم في ملجأ، في فرق كبير جدا بين عدد الناس اللي هيجي ويكمل. لو انا قلت بس الاقتراح ده تعالوا نعمل محو اميه او تعالوا نروح نخدم في ملجأ، هتفرق كتير قوي لو جيت قلت لكم ايه رايكم يا شباب، انا عايزه منكم التزام 5 أسابيع، اول اسبوع هنتقابل فيه هقول لكم هنعمل ايه في الملجأ ده، لان احنا مش هنقعد مع الاطفال دول طول الوقت، فاحنا مش عايزينهم يتعلقوا بينا عاطفيا زياده عن اللزوم، فهنعمل مهمه معينه للملجأ وهنخلص. تاني اسبوع هنعمل سوق خيري، هنجيب ترابيزه، الناس اللي فيكم بتعرف تعمل كيك هتعمل كيك، اللي عنده حاجه في البيت عايز يبيعها، عشان عايزين نجمع فلوس لاننا هنشتري لهم فيديو وتلفزيون، وعايزين نجيب لهم مثلا افلام كرتونيه تعليميه زي حدائق الخضروات مثلا، وعايزين نخلص المهمه دي في ال3 أسابيع اللي بعدها. واخر حاجه خالص ان احنا هنحتفل مع بعض بالانجاز اللي احنا عملناه ونتفرج على الصور بتاعتنا اثناء اداء الخدمه دي. هتبصوا تلاقوا ناس كتير جدا فيكم كانت متحمسه، لانه الهدف ده في كل ال5 حاجات اللي احنا قلناها، كان محدد وكان قابل للقياس وكان لطيف بالنسبه لنا احنا كلنا وواقعي وليه مده محدده.